هاي يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. بصوا بقى، انا هعمل سلسلة فيديوهات جديدة هتكون اسمها بيك مي. دي هتكون عبارة عن شورت فيديوز. هختار كريم بشكل عشوائي وهتكلم عنه وهقول لكم تجربتي معاه، لو حلو وفعال فعلا او لا. كمان انتوا لو عايزيني اعمل ريفيو عن برودكت معين، سواء هو موجود في الفيديو او لو مش موجود، اكتبوا لي اسمه في الكومنتس وانا هعمل ريفيو عنه في اقرب وقت. خلونا بقى نبدأ على طول واكلمكم النهاردة عن كريم فانو. في الاول كده عايزه اقول لكم ان الكريم ده استخدمته لما الدكتوره كتبته لي اول ما بدات اخد نتلوك. بالمناسبه انا هعمل لكم فيديو كامل عن تجربتي مع النتلوك من اول ما بدات استخدمه لحد ما خلصت الكورس، بالادويه بالمنتجات اللي كنت بستخدمها بكل حاجه. فزي ما واضح طبعا هو كريم مرطب. الكريم ده ليه مميزات كتير قوي، من اهمها انه مفهوش اي عناصر كيميائيه ممكن تضر البشره او تسبب التهاب او تهيج للجلد، وهو كمان امن للكبار والاطفال. مكوناته بقى حلوه قوي، هو فيه حاجات كتير طبيعيه زي زيت الزيتون، وده بيساعد على زياده مرونه الجلد وبيحسن ملمسه، وهو من افضل المرطبات لاصحاب البشره الحساسه. كمان الكريم فيه زبده الكاكاو، دي بتنعم الجلد جدا وبترطبه، وكمان بتحسن الدوره الدمويه في البشره وبالتالي بتقلل من مظهر الخطوط الرفيعه. كمان هو فيه زيت شجرة الشاي، وده مضاد للالتهابات والبكتيريا، وكمان بيساعد في علاج الحبوب. كمان هو فيه بانسينول، وده من اشهر المرطبات للبشرة. وكمان فيه زيت البابونج، وده بقى زيت مهدي للجلد ومقاوم للالتهاب. كمان هو فيه زيت الزعتر، وده بيساعد على نضارة البشرة وبيديها مظهر صحي. كمان هو فيه زيت اللوز وكبريتات الزنك، والزنك بيحمي البشرة من انواع كتير جدا من البكتيريا اللي ممكن تسبب حبوب الشباب. كمان هو فيه جليسرين، وده من اشهر العناصر اللي بتستخدم في حالة الجفاف القوي للبشرة. بالنسبة لاستخدام الكريم عادي جدا، زيه زي اي كريم مرطب. بعد ما بتغسلي وشك كويس وبتنشفيه، بتحطي الكريم مرتين في اليوم او على حسب احتياجك. بالنسبه لاضرار الكريم امن جدا وملوش اي اضرار. بالنسبه لتجربتي انا بقى، بصراحه انا حبيته جدا، وواضح طبعا انا مخلصاه وهكرره تاني لانه بجد حلو قوي ومش تقيل على البشره. انا ما جربتوش في الصيف، بس حاسه انه ممكن في الصيف يخلي البشره تعرق شويه، بس هو بشكل عام حلو، بيخلي البشره ملمسها زي البيبي سكين بالظبط. ولو جربتوه ما تنسوش تقولي لي في الكومنتات عجبكم ولا لا. بالنسبه لي انا هو عجبني، وانا برشحه من احلى الكريمات الطبيه المرطبه، وكمان هو مصري وموجود في كل الصيدليات وسعره مناسب بالمقارنه بحاجات تانية كتير. لو عندكم بقى اي سؤال ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. وزي ما قلت لكم، لو عايزيني اعمل ريفيو عن برودكت معين برضو اكتبوا لي اسمه في الكومنتات وهعمل عنه ريفيو في اقرب وقت. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. ولو استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع صحابكم. وبس كده، باي باي.